يدخل يزور الشيخ صادق ويسلم عليه ويحييه. إذا مشاهدينا هذه هي الصور الأولى. فعلي عبد الله الصالح شهيد حي، وهذا الشهداء حيين سيواصلوا المشوار خدمة لهذا الوطن. وإن شاء الله على القيادة السياسية أن تتبع أولئك الخونة والعملاء والجبناء أيضا لتقديمهم إلى العدالة. العدالة في القضاء اليمني نبقى وراءهم ليلا ونهارا حتى يقدموا للعدالة، لأنه حادث جبان وأجبن مما حدث في دار آسر وحادث ميدان السبعين وكذا، وهو في مناسبة مرور العام. وما يحصل في لودر وما يحصل في حضرموت وما يحصل في كل مكان عمل جبان، عمل جبان ولكن وإرهابي، وأن كل أبناء الوطن مؤتمريين وغيرهم وأحزاب أينما وجدوهم عناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة. والآن كل من له غرض أو في رأس الشيء راح يعمل مثل هذه الجرائم المنكرة، وقال تنظيم قاعدة. بعضها قد تصفية حسابات في المناطق، تصفية حسابات، لأنه عمل جبان وعمل إرهابي وغير مقبول وغير مقبول، ولا يجوز الحوار معه مع كل القوى السياسية إلا عناصر تنظيم القاعدة، العناصر الإرهابية. شكرا لك. إذا كانت هذه هي